اسمع، غادي نهضروا على واحد الامر خطير. هو خطير جدا، وكي نقول لك خطير جدا صافي دير اسمعني واعطيني بالك. اعطيني هذاك القلب وكونسونطري معايا. كاين اللي يصلي 5 صلوات في اليوم والليله ومصيره جهنم والعياذ بالله. 5 صلوات يصليهم ومصيره النار. هنا راني نهضر على هذاك اللي يصلي، اما هذاك اللي ما يصليش حسابه وحده. داك من بعد نرجع لك. جبد على جهه خويا واسمع. اسمع بهذيك الودن اللي راهي معمره كالكير، اللي راهي ملي تنوض هي تسمع في الغنى حتى اللي ترقد. هذاك الكالكير راه يهود لك مع قلبك. قلبك تعمر كالكير، قلبك قساح، قلبك كحال، قلبك توسخ من هذاك الغنى اللي راك تسمع فيه. الغناء يميت القلوب، هذه ما بغيتوش تفهموها. جبد على جهه الله يفتح عليك. حتى انت اختي جبدي على جهه اللي ما تصليش وسمعيش غادي نهضر. وباش ما تديكمش عزه النفس انتم اللي ما راكمش تصلوا وتقولوا هذا شكون واش راه حاسب روحه. انا ماني حاسب روحي والو، انا التالي الناس. شفتوا انتم كاع كيما راكم، انا التالي فيكم. انا هو التالي كاع. شوالا ديرني خوك وانت تاني ديريني خوك، والسمعي ما راكي خاسره والو. السمعي خوك شا غادي يهضر وخوك شا غادي يقول. لعل وعسى يهديك ربي الى طريق المستقيم. اما الجماعه اللي ما راهيش تصلي غادي تسمعوا الجماعه اللي تصلي وغادي يكون مصيرها النار. اسمعوا ايماجيني وداك نرجع لك. شكون هذا اللي يصلي 5 صلوات في اليوم والليله ويكون مصيره النار؟ هذا اللي يتهاون في امر واحد، هو يأخر الصلاة تاعه، ما يصليهاش في وقتها. هذه ماشي هضرتي، هذا كلام الله. الفجر يأذن هو راقد، هو يكونيكتي، يهضر في التليفون، طالع في لايف، يتفرج في لايف، مسافر، شو وين رايح، يتهاون في صلاته ويضيعها بدون عذر شرعي. الدليل قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الغي هذا واد في جهنم والعياذ بالله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: أضاعوا الصلاة والله ما تركوها ولكن أخروها عن وقتها. وقال الله عز وجل في سورة الماعون آية يحفظها الصغير قبل الكبير: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وبعض العلماء قال لك هذه ساهون معانيها كثيرة، كيما السهو في الصلاة، عدم الخشوع، تأخيرها، كي تضيعها، كي ما تصليهاش في وقتها. هادو كاع الحياة ما راهي سهلة جماعة. ربي كي قال لك فسوف يلقون غيا، على بالك شو ولا الغي؟ هذا غي واد في جهنم والعياذ بالله، واد من قيح خبيث الطعم. قال ابن مسعود رضي الله عنه، قال لك هذا الواد تستعيد منه جهنم في اليوم 70 مرة. 70 مرة تستعيد منه جهنم. راه كاين تهاون كبير في الصلاة. الناس راه يتأخر صلاتها بزاف. كاين اللي راه يجمع صلاته من الفجر حتى العشاء، وكاين اللي يلصق الظهر مع العصر، المغرب مع العشاء. راه تهاون كبير. وتأخير الصلاة عن وقتها جرم كبير من كبائر الذنوب، مهدد صاحبها بالنار والعياذ بالله. وكي نرجع لك نتايا وانتي اللي ما تصلوش، إلا كان هذا اللي يصلي ويأخر صلاته غادي يكون مصيره النار ويكون مصيره الغي. انت مصيرك كي غادي يكون اللي ما يصليش؟ كي غادي يكون؟ طرح السؤال على نفسك وقول انا مصيري كي غادي يكون. تعرف ربي كي غادي يدير لك ولا مالك؟ ربي أوقد جهنم 1000 سنة حتى احمرت، و1000 سنة حتى ابيضت، و1000 سنة حتى سودت. هي الآن سوداء مظلمة. تعرف كي ربي كي غادي يدير لك؟ اتقي مولاك. الله ينعل بليس. على بالك رسول الله شا قال ولا ما على بالكش عليه الصلاة والسلام؟ بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. شارك باغي من فوق هذا الشيء؟ شاركي باغي يا أختي من فوق هذا الشيء؟ هذا رسول الله راه يقول ماشي أنا. على بالك اللي ما يصليش 90% العلماء مكملين معاه. قال لك تارك الصلاة كافر، ولا يناقش ولا يجالس ولا يدفن في مقابر المسلمين. وكان اللي قال لك تارك الصلاة عاصي، مؤمن عاصي. انت ما تصليش، انت راك ميت صاي. اللمبه الحمراء راهي مشغوله. هاتقي مولاك صاحبي. انت وين تفطن وانت وين تفطني؟ والدنيا هذه راهي غير دايتكم. الله ينعل ابليس.
انتم اتباع محمد. انا هذه اللي راني محير فيها، انا ما بغاش تدخل لي في راسي. اتباع محمد ما يصلوش عليه الصلاه والسلام. واحد من اتباع محمد تقول له صلي، عبالك ما تدخلكش في راسك كاع. نقولوا لواحد كافر صلي، ندخلوا للاسلام. مشي واحد مسلم نعرفوه بالاسلام كي داير، واحد من اتباع محمد تقول لها اش دير واش دير. الله ينعل ابليس. لا والله لا كارثه رانا فيها يا خوتي. وهذوك اللي اخروا صلاتهم، نعطيك مثال حي كيما نقولوا. دي فوا انت راك غير في الدار ولا انت تبغي هكا تخرج الدور، ولا كيما نقولوا راك خدام كاع السيمانه عندك ويكاند تاعك، تبان لك تخرج تبغي تبدل شويه، كيما نقولوا تبغي تشم شويه هواء. هذه كاع نقولوها، هذه تاع نشم شويه هواء ماشي انت راك تهضر، هذه النفس تاعك اللي تبغي اللهو والهواء. هذه تاع نشم شويه هواء يعني تاخرك على صلاتك، تديك للبلايص اللي ما تقدرش وين تصلي. مني انا وروح هذه كاع نقولوها. دي فوا هكا تكون فايت على كاش جاردة ولا كاش بلاصه، ولا تلقى العائلات مريحين، عائلات جايبين معاهم ماكلتهم من الدار، اللي جايب قهوه، اللي جايب فطوره، اللي جايب حشاه، كلها وشيطانه وكلها ونفسه وانت تدمره باش يخرج يشم هذاك الهواء كيما يقول. كان اللي تدمره مع الدور، كان اللي مع العصر، المغرب، العشاء، كل واحد وكيفاش. وكان اللي يخرج من الصباح ما يدخلش حتى الليل، يظلمها ويدخل ركعه ما يركعهاش. اي هذه صلاه؟ اي هذا كاع هو راك تشم فيه من الصباح حتى الليل، حتى قيموا لك. الله ينعل الشيطان. وما نهضرش على هذوك صحاب البحر اللي كاع النار هما قاعدين في الشط، وصحاب الجمعه. كان اللي داير الجمعه غير تاع بحر، لا يحفظ يستر، لا جمعه لا والو. مانيش نقول لك ما تبحرش، مانيش نقول لك ما تحوش ولا ما تخرجش ولا ما تشمش شويه هواء، لا. اللي يقلك تفهم باللي حق الله مقدم. انا التحواس والخرجه اللي تلهيني على صلاتي ما عندي ما ندير بها، ما نسحقهاش في حياتي. راني مخموم، راني مدمر، نحل كتاب تاع قرآن نقراه بقلبي، نقراه بعقلي، ونفهم شو راه يقول ربي سبحانه في ذاك الكتاب، نريح نفسك تطمئن. بلا عليا هذا الخرجه اللي تاخر لي صلاتي انا، واللي ما نوضش فيها البصر تاعي وكاع. ونزيدك حاجه، الا ما كان عندك والو وراك خارج غير تشم شويه هو كيما قلت، تبع في نفسك وتاخر صلاتك على جال هذاك الهواء، وما تصليهاش في المسجد ومع الجماعه، غدوه ربي يحاسبك على هذاك النار وعلى ديك الصلاه اللي راطيتها. باسكو ما كان عندك والو، انت راجل تصلي في الجامع، وانت امراه تصلي في الدار. هذه حقيقه، شئت ام ابيت، تبغي ولا تكره، هذا هو الشرع تاع ربي. باغي نخرج وندور، راني مغموم، نبدل شويه، نروح متوضا يا سيدي. روحي انت تاني متوضيه، كيما خممتوا في كروشكم باش تاكلوا وتريحوا ديك القعده، خموا تاني في ربي. روح متوضي، ادي معاك صلايتك، حطيها مع ديك الماكله اللي راكي دايرتها باش تعمري ديك الكرش، وانت شوف كالجامع قريب وروح صلي. الناس راهي ميته، لو كان يصيبوا يرجعوا للدنيا هذه يسجدوا غير سجده لله، بالك ربي يرحمهم. وحنا هنا رانا في الحياه مفرطين في حق ربي، مفرطين في صلاتنا، مفرطين في صلاه الجماعه. تعرف شعر رانا بعاد، ويا تعرف شعر رانا بعاد. الله المستعان. الله يجعل ربي يرحمنا، الله يجعل ربي يشوف فينا وصاي هذا مكان. الحاجه التاليه اللي غادي نقولها، ونبدا بنفسي انا الاول ونقولها لاختي وخويا، خلي صلاتك هي الاولويه عندك في الحياه تاعك. صلاتك هي الاولى، دير لها حساب. يليق لك صلاتك ما تاخرهاش، ما تاخرش صلاتك ابدا، مهما كانت ظروفك ما تاخرش صلاتك، الا كان عندك عذر شرعي ديك حاجه اخرى. وانت تاني المره راه باين العذر الشرعي تاعك شغال، عندك في الشهر ما تصليش هذوك الايامات، ابارسا ما كانش عذر للصلاه. الله ينعل ابليس. وفي الاخير اطلب من كل من شاهد هذا المقطع ان يدعو لي بالفرج، ربما يكون اقرب مني عند الله وله بالمثل. فلقد ضاق صدري واشتد بلائي، ما عاد الله إني ما يئست قط، ولكنها والله أيام ثقال. فاللهم صبرا وجبرا لنفس لا يعلم بحالها إلا أنت. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل.